هتتصدمي جدا لما تعرفي ان البقدونس مش للاكل وبس، وليه بقى استخدام تاني، والاستخدام ده ليه بقى فوائد كتيرة جدا. ولو لسه بقى بترمي قشر البرتقال والرمان، بعد ما تشوف الفيديو ده مش هترميهم تاني. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ كده تدعميني بلايك وكمان شير ومتابعة، وتعرفيني في الكومنتات من اي بلد بتشوفيني. يلا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونبدأ. اول حاجة بقى عملتها ان انا جبت حزمة البقدونس ونضفتها بقى كويس من اي ورقة مش حلوة فيها، وقطعت كمان الجزء اللي تحت، وكمان غسلتها اكتر من مرة ونقعتها بقى بمية وخل حوالي 10 دقايق. وبعد كده بقى رجعت غسلتها تاني وجبت بقى مية مغلية، كانت بقى حوالي المية دي نص لتر، وحطيت بقى حزمة البقدونس في المية المغلية وخليتها بقى تغلي معايا لمدة 5 دقايق. كوباية بقى واحدة من البقدونس فيها بقى عديد من الفيتامينات، زي بقى فيتامين ألف وب وكاف وجيم، وكمان بيحافظ على الجسم وبيطرد بقى كل السموم اللي فيها، واهم حاجة بقى ان هو بيحافظ على الكلى، وكمان بيساعد كتير في علاج الحصاوي على الكلى. ده غير بقى ان هو بيساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وبيخفض ضغط الدم، وبيساعد بقى كمان في صحة جهاز الهضم وكمان الكبد، وليه كمان فوائد تانية كتيرة جدا. وتاني حاجة بقى عملتها ان انا جبت برتقانة وغسلتها كويس جدا وكمان قشرتها، وخدت بقى القشر ده وحطيته برضو في مية مغلية وخليته بقى يغلي في المية لمدة برضو 5 دقايق. وده بقى ليه 13 فايدة، واهم بقى الفوائد فيهم ان هو بقى بيمد الجسم بالطاقة، وكمان بيخلص الجسم من وزن الزايد، وكمان بيقوي جهاز المناعة وبيقوي الاعصاب، وبيزود بقى افرازات المعدة، وكمان بيخفف من الانتفاخات. وكمان اهم فايدة فيه ان هو بقى فيه فيتامين سي عالي جدا، وكمان فيه فيتامين الاي والاي، وفي كمان حديد وزنك وحمض الفوليك. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك، وكمان تقوليلي رأيك في الكومنتات. وبعد كده بقى جبت الرمان وهو كان اخر حاجة معايا، وطبعا غسلته كويس جدا وفصصته، وخدت بقى القشر بتاعه وحطيته في مية مغلية وخليته بقى يغلي في المية دي لمدة 5 دقايق. وطلع كمان قشر الرمان لو اتعمل مشروب هيبقى ليه فوائد كتيرة جدا، مش بس اللي جواه. فوائده بقى ان هو بيعالج بعض الامراض الجلدية، وكمان بيحارب الشيخوخة، وان هو كمان ديتوكس طبيعي، وكمان بيخفف من اعراض الانفلونزا. واحلى بقى واهم حاجة ان هو بيحافظ على صحة الشعر، وكمان بيقوي المناعة. انا ما كنتش مصدقة خالص ان كل الفوائد دي هتبقى في القشر اللي طول عمرنا بنرميه، بس بقى لحد ما جربت بنفسي وبحثت كتير جدا واتأكدت بقى كمان ان هم ليهم فوائد كتيرة جدا، ندمت بقى ان كنت برميهم على طول. جربي بقى وشوفي النتيجة بنفسك، وانا بقى متأكدة ان بعد ما تجربيها عمرك بعد كده ما هترمي القشر ابدا. وكمان لو الطعم مش احلى حاجة بالنسبة لك تقدري بقى تحليه بمعلقة عسل ابيض صغيرة. وبس كده وبألف هنا.